يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى متابعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وفي اتم صحه وفي احسن حال يا رب. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، وزي ما متعودين نرفع الفيديو بالصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش تدعموني بلايك. عايزه اقول لكم بقى ان يومي بادئ يا جماعه من الساعه 5:30 الصبح. والله العظيم يومي بادئ من 5:30، وكمان يمكن قبل 5:30 الصبح. اليوم كله يا جماعة نشاط وحيوية، يعني يوم تحفيزي جدا. الفيديو ده يا جماعة تحفيزي بجد وتشجيعي جدا جدا. طبعا صليت الفجر واستعنت كده بالله، وبدأت بقى ان انا اعمل ايه للولاد سندوتشات بتاعتهم. عايزة اقول لكم ان الفيديو ده يعني نازل متأخر شوية. انتوا فاهمين؟ يعني النهارده السبت هينزل النهارده، يعني انا منتجه النهارده وهينزل النهارده. تمام. الفيديو ده بقى يا جماعه كان من يوم التلات، بس انا كان عندي فيديوهات فنزلتها يعني الايام مش مترتبه، يعني انا عندي الفيديوهات مش بتبقى مترتبه. بس طبعا بنزل لكم كل حاجه واي حاجه. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه ان انا مايا بنتي هتشوفوا دلوقتي طلبت مني تاخد ايه في اللانش بوكس بتاعها. والله العظيم بصوا، يعني شويه شويه هناخد طبيخ يا جماعه في اللانش بوكس. عايزه اقول لكم يعني عملت لهم كده سندوتشات لانشون وجبنه رومي، وعايزه اقول لكم ان انا سيحت لهم بقى الساندوتش الجبنه الرومي في الساندوتش ميكر زي ما شفتوا كده. طبعا كل واحد بقى 2 موز زي ما انتم ما شفتوا كده. وهنا بقى مايا كانت مأمنة عليا من قبلها بيوم ان انا احط لها في اللانش بوكس مكرونه بالبشاميل. عايزه اقول لكم لقيتها بتكلم صحابها بالليل وبتقول لهم ايه، وانتوا جايين معاكم بكره هاتوا معاكم شوك عشان انا جايبه لكم مكرونه بالبشاميل. فعايزه اقول لكم ان ريتال بنتي بقولها بقى احط لك انت كمان، قالت لي لا لا لا، انا لو كان في محشي كنت اخدت. انا مش عارفه بصراحه، يعني هم هياخدوا خضار ولا ايه في المدرسه؟ بس ما علينا بقى. المهم بقى عايزه اقول لكم بقى ان انا نزلتهم تمام، وقلت بقى لا انا امسك الشقه اروقها وارتبها. طبعا الشقه نظيفه جدا، ما فيهاش يا جماعه اي حاجه خالص، لان هي اصلا متنظفه تنظيفه العيد، يعني ده لسه قريب. فاهمني؟ فكانت حاجات بسيطه كده في الخفيف وفي البسيط، فما تعبتنيش. فعايزه اقول لكم يعني ده فعلا روتين النص ساعه. نص ساعه كنت مخلصه الشقه كلها ومظبطاها، يعني والله العظيم بجد يعني كل حاجه كانت فيها زي الفل وزي القشطه. والله يا جماعه لو فعلا نخلي ولادنا محافظين على البيت هيفضل نضيف وزي الفل. بس هتقولوا لمين؟ طالما البيت فيه اطفال خلاص الدنيا لازم تتقلب. عايزه اقول لكم بقى عشان ايه؟ عشان في حاجات كده ايه يعني الناس بتقولها. تمام. ان شققهم على طول حلوه ونظيفه ومترتبه وما فيهاش حاجه ومش عارف ايه. لا 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 يا جماعه، والله العظيم الطبيعي ان احنا شققنا ما تبقاش مترتبه وعلى المسطره زي ما ايه، زي ما كل الناس فاكره ان السوشيال ميديا كده، ان الشقق دي ما بتتحركش من مكانها، اي حاجه ما بتتبهدلش. لا 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 خالص اطلاقا. عايزه اقول لكم مكان فيه بني ادمين، فاستحالة ان هو يفضل على حاله. تمام. الا بقى يعني احنا طبعا لازم ننبه على الولاد، ننبه على الكل اللي موجودين في البيت ان هم ايه، يعني يحافظوا على نظافة المكان. بس مش هيبقى مترتب كده على طول، لا. والله يا جماعة الوقت ده بيبقى وقت الكاميرا بس، يعني ان انتوا بتشوفوا مثلا ايه ده بيتها نضيف قوي وجميل قوي وزي الفل ما فيهوش غلطة مش عارف ايه. لا 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 يا جماعة نهائي مفيش الكلام ده. مفيش الكلام، احنا بني ادمين وعايشين في مكان، استحالة يكون زي ما هو. الحاجات دي بيبقى وقت بس تصوير، لكن غير كده لا لا لا. يضحك عليكي او تضحك عليكي اللي تقولك انا بيتي زي الفل طول اليوم، انا بيتي دوت يعني مفيش اي حاجة بتتحرك فيه، اصلا انا عاملة ومسوية والكلام ده. لا 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 النهائي والله العظيم. كل ده بيبقى على السوشيال ميديا بس، لكن احنا كناس طبيعيين لا. اي حاجة في الشقة بتتحرك، بتتوسخ بتتبهدل، الكلام ده كله. لكن احنا نقدر ايه نخلي بس ولادنا ان هم ايه يحافظوا على نظافة المكان. تمام. نظافة ايه؟ مش بتكلم في الكركبة ولا الكلام ده، لا انا بتكلم في نظافة المكان نفسه، ان هم مثلا ما يدلقوش حاجة على الانتريه، على السجادة، يبقوا محافظين على المكان. اللي هو ما يبهدلوش فيه، ما يرهقوش فيه. يعني انا اعرف يعني ناس عندهم ولاد. تمام. عايزه اقول لكم والله العظيم عفشهم ده يعني كاد يكون يعني انتهى.
والله العظيم انتهى فعلا. لان الولاد بقى بيفضلوا ايه، يكسروا في الكراسي، يوقعوها في الارض، مش عارف ايه. لا احنا ننبه على اولادنا ان ما فيش شخبطه على الحيطان، ما نكسرش حاجه، ما نبهدلش حاجه. لكن كمكان مش مترتب، او ان هو حاجه اتشالت من مكانها اتحطت في مكان، لا لا لا، اي بيت يا جماعه فيه كده. المهم لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تسيب اللايك وتصلي كده على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. المهم بقى عايزه اقول لكم ان احنا يعني طول ما البيت نضيف، يعني احنا منضفينه، هنقدر نحافظ عليه ويفضل نضيف زي ما هو، حتى لو ما شلناش وحطينا يعني كل يوم فيه. لا، اللي هو على طول انت مثلا صحيتي من النوم، رتبتي سريرك، عطرتي كده الأوضة، فتحتي الشباك، هويتي كده الشقة، خليتي فيه طاقة إيجابية تدخل. يعني فتح الشبابيك يا جماعة ده الصبح ده والله العظيم بركة، فعلا بيخلي المكان كله فيه طاقة إيجابية. المهم بقى عايزة اقول لكم ان الواحد يا جماعة لازم يبقى عنده رضا. حتة الرضا دي والله العظيم، طالما الواحد عنده حتة الرضا، ربنا بيبارك له في كل شيء والله العظيم. عايزة اقول لكم يعني مش شرط ان انا مثلا ابقى عايشة في شقة 200 متر او حتى 100 متر. لا، في شقق بتبقى صغيرة، تمام، بس تحس ان البيت حلو وهادي وكله طاقة ايجابية. في شقق بقى تبقى 200 متر و150 متر والكلام ده كله و100 متر كمان، بس ما فيش راحة في المكان. فاهميني انا عايزة اوصل لكم ايه؟ عايزة اقول لكم مش شرط ان انا ابقى موضبة بيتي وعاملة بقى جبسن بورد ايه وعاملة الحيطان ايه والكلام ده، تمام. طب ما في ناس كتير عاملة كده بس مش مرتاحين، تمام. عايزة اقول لكم يا جماعة الحاجة اللي بتجمل بيتنا، ماشي، نزاهتنا، بمعنى اصح نزاهتنا. يعني مثلا اهو المكان مش متوضب، تمام، بس انا قادرة احط فيه لمسة تخلي المكان روحه حلوة. والله، بفرش نظيف، بتنظيف المكان، مثلا بلمسه زي اللي انا عاملاها كده، مثلا السرير حاطه فيه مثلا ليد، آم، اي حاجه اي حاجه ممكن نعملها، بستاره ممكن شكلها حلو كده، نخلي المكان جنه. في اماكن تانية بتبقى افخم حاجات يعني ممكن تتخيلوها بتبقى في المكان، بس المكان يعني مش نظيف، المكان فيه ريحه مش طيبه. انتوا فاهمين قصدي؟ فكل اللي انا عايزه اوصله لكم او اعرفه لكم ان ايه، ان احنا اللي نقدر نصنع بايدينا سعادتنا، مكان مرتاحين فيه. بس طبعا مش معنى كلامي ده ان الواحد ما يبقاش عنده طموح ان مثلا يبقى عنده بيت كبير او الكلام ده. كل اللي انا عايزه اوصله لكم ان احنا يعني حياتنا مش هتقف، احنا حياتنا مش هتقف عشان ايه؟ ما عندناش مكان واو، تمام. عندنا مكان بسيط بنقدر ان احنا نجمل فيه، ما عندناش يعني قادرين ان احنا نجيب او ايه يعني. بس برضو الرك على النظافة، على فكرة في ناس عندهم قصور مش نضاف، لكن احنا الحمد لله ما عندناش قصور، بس ما شاء الله الحمد لله بيتنا زي الفل وزي القشطة، والناس كده بتشهد بيه. والله العظيم اهم حاجة يا جماعة الرضا. والله العظيم الواحد يبقى راضي ربنا هيكرمه ويديله كده من حيث لا يدري. المهم الحمد لله الصالة اتعملت، تمام. نفضت كده الانتريه، كنست الارض، مسحت بالشرشوبة، مش كل المقاطع يعني كاملة ان انا مثلا وانا بمسح وكده، بس الحمد لله الشقة كلها اتمسحت، تمام. هو بالماب كده، هي يعني عارفة تلميعة، عارفين تلميعة كده بس يعني مش اكتر، تمام. وغرفة النوم برضو غيرت الملاية، برضو نفضتها كده بسرعة بسرعة بسرعة، ما اخدتش برضو مني ولا اي وقت ولا مجهود. وطبعا دلوقتي زي ما انتم ما شايفين كده غرفة الولاد، تمام، برضو كنستها كده وبرضو همسحها، تمام. كل حاجة اتعملت كده في الخفيف وفي البسيط، والدنيا كانت يعني اخر روقان والله العظيم. ما خدتش بجد الشقة كلها ما خدتش نص ساعة نهائي. وعايزه اقول لكم كمان بعد ما خلصت انا نمت واستنيت الولاد يجوا من المدرسه. يعني يعني خلاص الدنيا طالما يا جماعه نظيفه، خلاص ثانيه الا ثانيه كل حاجه، حتى لو هنغير ملايات ما بتتاخرش ولا اي حاجه. كل ده كنا منفضينه اصلا والدنيا تمام، ومع ذلك نفضنا برضو. المهم بقى ايه، نمت والولاد كانوا ايه خلاص يعني جم من المدرسه، صحيت،
وقمت عملت البيتزا كده زي ما انتم ما شايفين. كان جوزي بقى في الوقت ده خلاص قرب ان هو يجي، يعني كانت تقريبا الساعة 4 او حاجة. تمام. دخلت المطبخ، بصوا اهو مكان البيتزا ما اتعملت، الصواني ما اعرفش ايه، غسلت المواعين بقى بسرعة بسرعة بسرعة. طبعا بقى ما شاركتش معاكم ترتيب المطبخ علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده عليكم. بس يا بنات هو ده كان فيديو النهارده، بتمنى ان هو يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتحطوا لي الاشتراك وكمان كومنتات حلوة زيكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم مع الف سلامة.